متلازمة العين الجافة. جفاف العين لعدة أسباب رئيسية، منها عمليات تصحيح النظر، عمليات الروماتيزم أو الأمراض الروماتيزمية ممكن تسبب لنا جفاف في العين، ومرات حتى بدون سبب، إنه ممكن يكون الإنسان عنده جفاف بس بسبة الجو الخارجي. علاج جفاف العين يمشي بمراحل كبيرة، مو بس قطرة الترطيب. قطرة الترطيب أساساً في أنواع عديدة، فيها بعضها لزجة وفي بعضها خفيفة، في بعضها فيها مواد حافظة، في بعضها بدون مواد حافظة. دائما نختار اللي بدون مواد حافظة ولزوجتها تكون عالية. إذا خلصنا من قطرة الترطيب، المريض للحين يشتكي، ممكن نتجه حق إجراءات أكبر مثل السدادة، المساج الحراري للجفن، مرات نعطي حبوب لتحفيز إفراز الدموع. اللي بوصل له إن جفاف العين علاجه مو بس فقط قطرة ترطيب، نحتاج نشوف الدكتور عشان يشخصنا ويعرف السبب ونعالجه من الأساس. سلامتكم.